السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، درت شوية البقولة وقلت نشاركها معكم. تجي على الشكل هكا مع هاد البرد هذا زوينة. هذه البقولة مقلوعة من الليمون، نايضة في جردة ديال الليمون. عندي هنا الثومة، دابا غنغسلها. غنغسلها مزيان وعاد مني غنقطعها غنغسلها عاوتاني. طلق ديك الرمله اللي فيها داك التراب اللي كانت مغروسه فيه، هذا السلق مخلط معاها. دابا غنقطعها. دابا نديرها نغسلها، وهنا عندي داك السلق تا هو غنقطعو. دابا غنغسلها مزيان شي 3 المرات، وداك اللي تيبقى لتحت تنصفيه بشي شبكه باش داك التراب تيهبط. تنهز انا على الفوق. دابا هاد البقوله تنهزها الفوقاني. دابا تنديرها تسقطر في الشبكه. دابا انا نديرها من بعد تبخر. هيا درتها في الكسكاس. انا تندير الثومه هكا صحيحه تتبخر معاها. دير شويه الملحه، هذيك الثومه اللي تتبخر تنعصرها مع القامه. هنا عندك نص كاس زيت البلديه. هاد الثومه حكيتها. عندي هنا الزيتون مع الحامض المصير. هنا عندي الفلفله مزود ديال الحامض مقطع. هنايا الفلفله انايا دايرها في الفريغو. عندي الكمون وشويه الخرقوم والتحميره. دابا ندير واحد المقله نخوي فيها زبيته بلديه، ما نخليهاش تقلى بزاف. نلوح ديريكت فيها الثومه. هذيك الفلفله اللي دايرها انا في الفريغو تنشدها تنشويها في الفران وتنطحنها بزويته. تنبقى فين ما تنبغيها تندير منها. دابا ندير التحميره والخرقوم شويه الكمون، نديرهم يتقلاو شويه. دابا من بعد مني نطيبها عندنا نخوي عليها زبيته ونخليها بلا ما تغلى. ها هي الثومه اللي عصرت. دابا ندير كلشي يتقلى. دابا ندير البقوله هي ناشفه. ملي تتبخر تتجي ناشفه وتيبقاو فيها كاع داك المواد ديالها تيبقاو فيها. يدير واحد الكميه بقى يحطها هكا بحال الشليضه. ندير الزيتون، اللي بغى يدير فيها حتى الزيتون مقطع يديرو. وغنخلط كلشي. ندير فيها هاد الحامض خضر انا تيعجبني مقطع طريفات. تيطلق فيها تيجي فيها واحد النكهه زوينه.
نعصر فيها الحامض. دابا راه تقلات، نعصر فيها الحامض تيجي زوين، تعطي واحد النكهه زوينه. الفليفلات دابا غنديرها في الطبسيل التقديم. ها هو تجي على الشكل هكا بسيطه. وزينتها بهاد الحامض والفلفله والزيتون، وبالصحه والراحه.